10 سنين والاف بي اي كتجري مور هاد خونا هذا، والى يومنا هذا حتى شي واحد ما عرف هاد خونا في الله شكون هو ولا فين مشى. هذا واحد خونا سميتو ديبي كوبر. خونا كان متزوج وعنده 3 ديال الدراري. واحد النهار جات عنده مراته قالت له واش انت دابا غتبقى مقابل غير البيران والدوران، وسير شوف لك شي خدمه، وانت دابا راه عندك الدراري وعندك مسؤوليات وكذا، خاصك تمشي تخدم على راسك. منين سمع هاد الهضره كامله ناض قال لا صافي واش بغيتيني نخرج نخدم، صافي انا خارج نخدم. خونا خرج من الدار، كان ديك البلاصه اللي كان ساكن فيها كان فيها واحد المطار صغير، مطار ديال الطيارات. مشى جلس في واحد القهوه وبقى كيفكر. جاه ابليس وقال له شنو بان لك اخونا تكون انت اول واحد غتسرق الطياره؟ جاتو فكره واعره. قال مع راسو هادي راه براءه اختراع، ما عمر شي واحد سرق طياره. كاين اللي سرق طوموبيل، كاين اللي سرق بنكه، كاين اللي سرق محل، ولكن الطياره عمري سمعتها. دونك فكره جديده هذه. وقال في الاول ضروري خصني نمشي نراقب هاد الطيارات، وخصني نراقب المطار وكيفاش التحركات ديالو وكيفاش الروتين ديال هاد المطار هذا. وفي الاخر قدر يديرها. من بعد ما دار الخطه والبلانين ديال الاختطاف وكذا، مشى للمطار عند هذيك خيتي اللي كتقطع التذاكر. قالت له واش كاش ولا بلا كارت؟ قال لها نخلص كاش، وعطاها فعلا الفلوس وعطاتو التيكه ديال الطياره. وخونا مشى دخل الطياره عادي بحال جميع الركاب. ومنين قلع الطياره جات المضيفه عنده ديال الطياره باش كتسولو شنو بغيتي تشرب ولا شنو بغيتي تاكل، واش مش بغيتي مشروب غازي ولا مشروب كحول. هو يقول لها من بعد انا غادي نقول لك واحد اللعيبه، ومن بعد نقول لك واش مشروب غازي ولا مشروب كحولي. وسوله واحد السؤال في الاول، قال له واش انت مرا مزوجه ولا مازال بوحدك؟ قالت له انا مازال سينجل، مازال بوحدي. قال لا او ريحتيني بهذا الخبر هذا، حيت راه كنت هاز لك الهم. قالت له علاش كنتي هاز لي الهم انايا؟ علاش؟ شنو فين كاين المشكل؟ ها انت دابا غتعرفي. قال لها اجي شوفي هنايا في هذا الصاك. منين شافت في الصاك قال لها هادي راه معايا قنبله في الصاك. قالت له علاش باغي تفرقعنا؟ قال لها جاي نفرقعكم. قال لها المهم منين تمشي من هنايا جيب لي المشروب غازي ديالي. خونا مكالمي ما على بالوش. وقال له منين تمشي عند الكابيتان ديال الطياره قول له رانا بغيت ال 200 الف دولار الفئه ديال 10 دولار. وعندك تمشي تقولوا الاف بي اي ولا تقولوا للبوليس على هذه القضيه، حيت راه معايا 6 في الطياره. يعني 6 من اللي كاينين معايا راه هما مفرقين على الطياره، ناس عاديين ما غاديش تعرف فيهم شكون هما. قالت له واش دابا انت ماشي بوحدك؟ قال لها لا انا ماشي بوحدي، انا راه معايا 6، كاين انا وخمسه وحدين اخرين في الطياره، ولكن ما غاديش تعرف فيهم فينا هما حيت مفرقين ناس عاديين. وقال لي يلا سير جيب لي المشروب الغازي ديالي حيت راه جاني العطش. مشات المضيفه عند الكابيتان ديال الطياره قالت له سي محمد راه كاين شي واحد باغي يفرقعنا في الطياره. قال لها كيفاش؟ قالت له كاين شي واحد باغي يفرقعنا، وزائد انه باغي كوكاكولا بارده. ودابا هذا ماشي مزنزن، راه ما كيضحكش، راه وراني في الصاك بانه راه عنده قنبله وناوي فعلا يديرها. ونزيدك راه ماشي غير بوحدو، راه كاينين 5 وحدين اخرين معاه في الطياره. وقال لي باللي راه خاصو 200 الف دولار الفئه ديال الوراق 10 دولار، وبلا ما ندير شي حركه نصوني على شي واحد ولا نديرو شي حركه ماشي تلهيه، حيت يقدر في اي لقطه يفرقع. دونك هاد ديبي كوبر علاش دار هاد البلان هذا؟ حيت في القانون ديال المداهمات تما في ميريكان باش ما يجيوش دغيا الطياره، حيت ديجا هو ديكلارا بان راه كاينين 5 وحدين اخرين. دونك ما يعرفوش فينا هما الناس اللي راكبين ابرياء من هذاك الناس اللي كاينين مع هذاك خونا. دونك الكابيتان ديال الطياره صونع على اقرب برج، كيقول لهم بان راه واحد خونا معنا في الطياره كذا كذا البلان. عاود لهم البلان من اتا زد كذا، راه هذه باغي هذا وهي ضرب لهم في راسهم. قالوا بان علاش الفئه ديال 10 دولار؟ حيتاش في ذاك الوقت الفئه ديال 10 دولار ما كانش فيها واحد الرقم تسلسلي. اذا هاد خونا هذا اللي داير هاد الخطه ذكي، خونا ناضي. وفعلا نزلوا في المحطه الثانيه وعطاوه ال 200 الف دولار، وقال لهم عطوني 4 ديال لي باراشوت. عطوني 4 ديال لي باراشوت وماشي شغلكم. جبد لهم واحد الورقه وقال لهم شفتوا هاد الاحداثيات هذه اللي عندي في هاد الورقه، غتمشيو في نفس الخط. هو راسم لهم واحد المسار باش يمشيو على في الجو، وقال لهم سيروا على هذا المسار هذا. الاحداثيات هذه اللي كان راسمها كان في الخريطه ناوي يمشي لابعد بلاصه باش منين ينقز من الطياره ما عمره ما يشدوه، ما عمره ما يشوفوه فين نقز. منين كانت الطياره غاديه في ذاك المسار كانوا في المطار اللي كان قال لهم يحبسوا فيه تما كاينين بوليس و اف بي اي، المهم كلشي كيتسناه تما باش يشدوه. ولكن هو في النص ديال الطريق قال لهم تهلاو في راسكم، نقز من الطياره ونقز في ديك الفلوس ديال التضاريس، وديك التضاريس خايبين، حتى واحد ما يقدر يفلت في ديك التضاريس هذوك، حيتاش خاصك تكون متريني مزيان باش تقدر تفلت تما. ولحد الان الى يومنا هذا مازال حتى شي واحد ما عارفو فين مشى، لا هو لا ال 200 الف دولار ديالو. والاف بي اي من بعد كانوا داروا عليه واحد المذكره البحث طويله، وما عمرهم قدروا يلقاوه، وما عمرهم قدروا يلقاو حتى شي دليل باش انهم يقدروا يتبعوه في القضيه ديالو. شوفكم فيديو جاي.